ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناه حلو وحادق مع المسيه. والنهارده هنعمل زيت شعر. مش هتصدقي نتايجه لما تجربيه. انا جربته طلع لي الشعر البيبي هير. هو الصراحه انا عندي شعر بيبي هير، بس هو خلاه طول بسرعه وخلاه كمان بقى كثيف. يعني بقيت حاسه ان الجلد نفسه من تحت كده مش باين. وبيتقل الشعر نفسه، بيطول الشعر. بتحسي ان الشعرايه كده شعرايه حيه، شعرايه ليها شخصيه كده. وماسكاها في ايديكي، انت ماسكه شعرايه، مش شعرايه المسهوكه الدبلانه ديت اللي هي بتبقى عامله زي مش عارفه اقول لكم ايه كده، مش باينه اصلا. يعني مش في اللون، لا، في سمك الشعريه نفسه. لما تمسكيها في ايديكي، في شعريه تحسيها تقيله، وفي شعريه بتبقى خفيفه ورفيعه كده، بنقول عليه شعر. شعر مسهوك كده وهايش. الشعر اللي بيبقى هايش، الزيت دوت هيخلي شعرك في حته تانية خالص بجد. زيت جميل جدا، وهيغير ان شاء الله من شعرك خالص. لو ما حطيتيليش لايك لغايه دلوقتي، يا ريت تنزلي تحطي لي لايك، ولو ما شاركتيش في القناه يسعدني اشتراكك. ويلا بينا ندخل على الزيت على طول. انا معايا حزمه جرجير وحزمه بقدونس. هعمل ايه بالجرجير والبقدونس ده احنا هنعمل بيه زي ما قلنا لك شويه زيت. بصي هقطع كده الجرجير والبقدونس بس كده الاول. الجرجير كلنا عارفين فوائده للشعر، والبقدونس غني بالحديد، فانا همسكهم كلهم كده، هقطعهم كده، اعدلهم كده على عدل ايدي، وهقطعهم كده صغير اهو زي ما هم. انا غسلاهم كويس جدا، مش لازم ينشفوا يعني من الميه. نحطهم بس في مصفى يتصفوا. انا هقطع كده الجرجير والبقدونس حزمه وحزمه. آه وهنقول بعد كده هاخدهم معايا بقى في الكبه نضربهم. بس خلينا متفقين يا حبايبي ان الجسم لازم يكون من الداخل كمان متغذي. يعني ما عندكيش اي نقص في فيتامينات الجسم، في المعادن او في الحديد بتاع الجسم. لازم نبقوا متابعين نفسنا واخدين بالنا من صحتنا، مش عشان شعرنا بس، لا، علشان جسمنا كله، وعلشان كمان نقدر نتحرك ونقدر نعمل اللي ورانا. كلنا عارفين ان الانيميا بتأثر على الشعر وعلى الجسم، وكمان بتأثر على حركتك. متخليكيش تقدري تعملي حاجة، تبقي قاعدة يعني كده مش قادرة تقومي من مكانك. اعرفي ان انت في حاجة في جسمك، جسمك بيكلمك بيقولك في حاجة. علشان مفيش وصفة هنعملها في الشعر من بره تجيب معاكي نتيجة مرضية الا لما يكون اصلا جسمك من جوه ما عندكيش اي نقص في الفيتامينات والمعادن. لازم نبقوا متفقين على النقطة ديت علشان الوصفة اللي تعمليها في شعرك تديكي نتيجة حلوة، تديكي نتيجة ترضيكي. وكمان عشان نبقوا مطمنين على نفسنا. انا هاخد دلوقتي الخضرة اللي انا قطعتها دي، هحطها كده في الكبة. هاخد كده حبة حبة واحطهم في الكبة، وهضربهم في الكبة، ونرجع بعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض بالجرجير والبقدونس اللي احنا فرمناه دوت. انا فرمت البقدونس والجرجير اهم. هاخدهم بقى احطهم في اي حاجة. انا فضيتهم كده اهوت في حاجة تتحط على النار، وهنزل عليهم بشوية زيت زي ما انت عاوزة، كوباية، نص كوباية. وهقولك دلوقتي لو هتستخدميه حمام كريم تعملي فيه ايه، ولو هتستخدميه كدهان تعملي فيه ايه. طبعا هنضيف عليه حاجات لو كنا هنستخدمه في حمام كريم. انا هحط زيت تاني اهو، الكمية اللي انت عاوزاه. الزيت اللي انا بستخدمه ده زيت زيتون، تقدري تستخدمي اي نوع زيت تاني، بس زيت الزيتون انا شايفة ان هو مناسب جدا معايا في الوصفة دي. انا دلوقتي هروح بيهم على النار بقى دلوقتي، يلا بينا. هقلب فيهم على نار واطية، مش نار عالية. يعني اهدي النار خالص. على فكرة انا فرمتهم بالعيدان بكله. العيدان كمان فيها فايدة اكتر من الورق. بصوا انا فرمتها مع العيدان. هبتدي بقى اقلب فيهم كده بالراحة على نار هادية، وما تسيبهمش عشان ما يشيطوش او يدقوا يعني تحت كده في الطاسة. بصوا انا عايزه اوريكم بس مراحل الزيت، ان هو بدأ يفصل اهو، بيغلي كده وبيبتدي يفصل. طبعا لونه بياخد لون الخضره. انا هسيبه برده كده على النار يعني كده لسه برده اهو كده. انا حطيته في الشاشه دي، في التل، يعني شاشه تل اي حاجه عندك تكون بتحوش التفل ده، وتبتدي تحطيه كده اهوت وتصفيه. بصي هو لسه بينقط، بس ايه، انا هخليه طبعا يصفي كل النقط بتاعته دي، انا عاوزاها طبعا. بصوا لونه اهو، لونه
جميل وريحته حلوه قوي، ريحته اقوى من ريحه زيت الجرجير اللي بنجيبه من الصيدليه لشعرنا برضو. دلوقتي انا هقول لكم بقى طريقه استخدامه. ولو هتستخدميه كدهان للشعر هتحطيه بعد غسيل الشعر، تغسلي شعرك كويس قوي تنشفيه حلو قوي، يعني يكون مبلول كده نص بله كده يعني، او ملدح يعني كده زي ما بنقول عليه كده. متنشف كويس جدا وتسيبيه مفروض دقيقتين وتروحي دهناه. هتحطي على الجذور زي ما انت عاوزه وتدهني شعرك عادي. طب لو انا عاوزه وخلاص، يعني هي المره دي بس اللي هتدهني بيه شعرك بعد الغسيل. طب لو عايزه استعمله كل يوم كتسريح لبنتي، هبعد عن جذور الشعر، هدهن الشعر نفسه واطراف الشعر من تحت، لكن هبعد عن جذور الشعر عشان زيت على زيت هيكتم الشعرايه نفسها من الجدر، وهيخليها طبعا تتساقط او تقع. احنا هندهن مره واحده وهنسيب الشعر يمتص وهو نضيف، وبعد كده الشعر بيبتدي يفرز الدهون الطبيعيه بتاعته اللي بيفرزها وبيتغذى عليها. بدهن بس للتسريح اطراف الشعر او الشعر اللي انا عاوزه ادهنه شعر، مش فروه الراس، كشعر بس. طب لو انا عايزه اعمل له حمام كريم، حمام الكريم الجميل بقى بتاع الزيت دوت، هتمسكيه تهرسي معاه فصين توم وتروحي عصراهم، يعني مش تهرسيهم في الكبه، تدوقيهم بالهون عشان تطلعي كل الزيوت اللي فيه الطبيعيه بتاعه التوم. هتمسكيهم بقى تروحي حطاهم في شاشه برضو وتعصريهم، هتلاقيه نزل معاكي نقطتين ثلاثه، هم فصين ثلاثه كده هينزلوا معاكي يعني مش اقل من 5 6 نقط على شويه الزيت اللي هتعملي بيهم حمام الكريم. يعني هتاخدي حبه بس من دول على قد حمام الكريم اللي انت هتعمليه، او حمام الزيت اللي هتعمليه، وتحطي عليه فصين التوم دول وتهرسيهم وتروحي عصراه على ايه، على الزيت ده. وهتعصري كمان معاه نص ليمونه. نص ليمونه دي يا جماعه ما اقولكوش على جمالها، لو في قشره في اي حاجه في الشعر هي بتشيلها، اي بكتيريا اي حاجه بتتجمع كده هي بتشيلها، زائد ان هي بتدي لمعان للشعر، وزائد ان هي بتدي يعني بتدي طراوه للشعرايه. الليمونه دي ما تستعجبوش منها، الليمونه دي جميله جدا جدا يا جماعه. انا بحطها في معظم ميه الشطف اللي انا بشطف بيها شعري، ما دام انا مش عامله حمام كريم مثلا او حاجه، فبجيب حبه ميه صغيرين بعد ما بغسل شعري وبحط له بلسم وكل حاجه، بروح عصره على الميه دي نص ليمونه واروح شاطفه بيها شعري الشطفه الاخيره. ما اقولكوش على الجمال والروعه بتاعه الليمون. الخل حلو للقشره مع الليمون، لو عندك خل ممكن تحطي كمان عليه نقطتين خل مع حمام الزيت ده وتعملي حمام زيت. لكن لو مش ما عندكيش قشره كفايه الليمونه عليكي. هي دي طريقه استخدامه. بعد كده هو زي ما انت عاوزه، عاوزه تشطفيه شطف اشطفيه، عاوزه يعني اللي انت بتحبي شعرك مدهون ممكن تشطفيه بميه فتره كده، هتبصي تلاقيه بردك الزيت الزياده نزل. او لو عايزه تديله فوق مره واحده بس يعني بالشامبو كده، فم واحد يعني بالشامبو بس كده، وبعد كده تنشفيه وتسرحيه عادي خالص. كده استعملناه كحمام كريم. حمام زيت، شايفه ده كريم ليه؟ كحمام زيت مفيد جدا للشعر، وزودنا له حاجات مفيده. وتدهني بيه طبعا حمام الزيت دوت فروه الراس، تحطيه على فروه الشعر والشعر نفسه، الفروه والشعر نفسه، وتلبسي بونيه وتقعدي بيه ساعه كده ولا ساعتين يعني على قد ما تقدري، وبعد كده تبتدي تغسليه. لو شطفتيه لو لقيتيه مدهن يبقى اديله مره شامبو كده زي ما قلنا مره واحده بس، هو هينضف وهينزل معاكي الزياده كله في المره واحده بس شامبو ده. كده احنا استخدمناه كدهان، وكده احنا استخدمناه كحمام زيت، وحطينا له اضافات وفايده في منتهى الجمال للشعر. يا رب تجربوه ويعجبكم. قوامه حلو قوي قوي قوي، ولونه حلو قوي، وريحته حلوه. ريحته جرجير يعني، مش برفان ولا حاجه، بس ريحته جميله احلى من الزيت اللي احنا بنشتريه من بره. يا رب تجربوه يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وما اشتركتيش في القناه حبيبتي يسعدني ويشرفني اشتراكك، واكتبي له كومنت حلو، وشيروا الفيديو مع اصحابكم عشان كلنا نستفاد مع بعض. والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله مع حلو حادق مع المسيه. باي.